تعالوا بقى نعمل غدوة كده سهلة وسريعة وحلوة. الجو بيشتي بره تلج عندنا هنا، فانا قلت خلاص مش عايزه اقوم، مش عايزه اعمل حاجه، قلت لا هقوم اعمل لهم غدا يكون سريع وسهل وفي نفس الوقت حلو وطعمه كمان جميل وما بياخدش وقت تماما. يعني لو انت راجعه متاخره مفيش 10 دقايق بتبقى الغدوه دي خلصت. يلا بينا على الوصفه بتاعت النهارده. بس ما تنسوش تحطوا لايك واشتركوا في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش. هنعمل النهارده صينيه بطاطس بالسجق. ده السجق اللي انا هستخدمه، او على قدنا، يعني على قد الوصفه بتاعت النهارده. المكونات بتاعتي كلها متوفره في كل بيت. السجق ده كان عندي في الفريزر بجيبه بعينه عادي. قطعت اهو 4 بطاطسات ونص زي ما انتم شايفين اهو. الحته دي كمان مش نص ربع. وكان عندي كوسه في التلاجة فقلت احطها تزود القيمه الغذائيه. تمام، عايزه تحطي كوسه كمان عادي، ما عندكيش اعمليها بالبطاطس والسجق بس كده، مش اكتر من كده. وكمان لسه هجيب بصلايه. هجيب صينيه عندي ايا كان بقى حجمها، وهحط فيها شويه من الزيت صغيرين، وهقطع البطاطس بتاعتي حلقات. حاجه كده من الاكلات اللي ما بتاخدش وقت خالص يا بنات والله، وجميله وسهله وممتعه فعلا بمعنى الكلمه. يعني تبقى طعمها حلو وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت خالص. هبدا اقطع البطاطس معاكم كده حلقات، ويفضل تكون تخينه شويه عشان البطاطس ما تتهريش معاكي. انا بحب دايما اخليها حجمها وسط، ولكن طبعا انت حره تقطعيها التقطيعه اللي انت عايزاها. هقطعها كلها بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. والكميه دي حسب حريتك انت، يعني عايزه تعملي كميه كبيره كميه صغيره حسب عدد اسرتك او حسب الكميه اللي انت محتاجاها. ودي ينفع تحطي فيها اي خضار في البيت، يعني ينفع تحطي فيها جزر، ينفع تحطي فيها كوسه زي ما انا حاطه. لو عايزه تحطي فلفل حطي. تنفع تحطي فيها كل حاجه لاولادك. هرص البطاطس بتاعتي كده. حقيقي يا بنات الصينيه دي ما بتاخدش وقت تماما بمعنى الكلمه. انا فعلا ببقى راجعه متاخره بعملها من الشغل، بعملها مش بتاخد وقت معايا خالص. هقطع بقى الكوسه حلقات، والكوسه لازم تبقى تخينه شويه يا بنات زي ما انتم شايفين كده، ما تبقاش رفيعه، لان الكوسه من الحاجات اللي بتستوي بسرعه جدا جدا. فعشان ما تتهريش معاكي وتفضل الحلقه بحلقتها كده، لازم تقطعيها تخينه، ما تقطعيهاش رفيعه زي ما انتم شايفين كده. انا مقطعاها كلها تخينه. ولازم ترص الصينيه بتاعتك كده عشان العين طبعا بتاكل قبل البق. جبت بقى بصلايه حجمها وسط كده، ولو عايزه تزودي البصل تحطي بصلتين او 3، دي حريه شخصيه ليكي. انا استكفيت هنا ببصلايه. هقطعها برضو حلقات. قومي كده اعمليها لاولادك، ما بتاخدش وقت خالص. الجو او الدنيا بتشتي بره اهي، فحقيقي الجو صعب والجو ساقعه، مش عايزين ان احنا نقف في المطبخ، مش عايزين نطبخ، مش عايزين نمسك الميه خالص. فدي اسهل واسرع طريقه تعملي بيها، وكمان غدا حلو. الوقت اللي ولعت عليه على الصينيه دي كان جنبه على العين التانية شويه الرز، ما خدتش اي وقت خالص. هنيجي بقى للبهارات بتاعتنا بقى. انا حطيت ملح وفلفل اسود، او هحط ملح دلوقتي، وانا حطيت كمون وفلفل اسود وسنة قرفة. لو انت عايزة تحط هنا بهارات سجق مفيش اي مشكلة، حطي، دي بتتباع سايبة من عند العطار، ولكن انا ما كانش عندي فما حطيتش. حطيت بابريكا، ودي البابريكا من الحاجات كده اللي بتدي طعم حلو قوي 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 للاكل، لان دي بتبقى فلفل، بس الفلفل الحلو مش الحر. في بابريكا حاره، ولكن انا بستخدم البابريكا البارده اللي بتبقى طعمها حلو بس. وهكون طبعا محضره دلوقتي عصير طماطم.
احط الملح بتاعي، لان الملح لازم تحطيه في الحته دي او المرحله دي، لان لو ما حطيتهوش هنا مش هتعرفي تحطيه تاني. اظبطي بقى الملح بتاعك. هجيب بقى السجق بتاعي وهرصه على الصينيه. هتقولي لي طب انت مش هتقليه او هتحمريه او حتى هتسلقيه؟ هقولك لا، السجق في الوصفه دي بيتحط كده زي ما انتم شايفين. الصينيه بتاعتي صغيره، ولكن انا مش مزوده لان احنا عددنا مش كبير، احنا عددنا قليل، فعامله صينيه كده على قد الغدا بتاعي النهارده وبس. السجق ده بتحطيه من غير تحمير ومن غير اي حاجه خالص، بترصيه كده وبتجيبي بقى عصير الطماطم وبتصبيه عليه من غير تحمير ومن غير اي حاجه. لو حمرتيها هيبقى طعمه مش كويس حقيقي. انا جربتها متحمره لقيتها وحشه قوي، من ساعتها وانا بعملها بالطريقه دي على طول. احط كده عصير الطماطم زي ما انتم شايفين كده، وبهزها او بحرك الصينيه بتاعتي. انا بقول لكم لازم تمليها عشان البطاطس تستوي، والسجق كمان هيستوي. اول ما البطاطس تستوي السجق بتاعك بيكون استوى تماما، لان السجق من الحاجات اللي يا دوبك بتستوي كده، لو سويتيه على البخار هيستوي كمان. خلاص كده بعد ما خلصت الصينيه بتاعتي هي كده خلاص جهزت تماما. هدخلها الفرن، ولو انتي مش عايزه تحطيها على الفرن حطيها على عين البوتاجاز من فوق. هغطيها واحطها على عين البوتاجاز. انا عن نفسي حطيتها على عين البوتاجاز واهو ادي السجق بتاعي استوى ما شاء الله. كان شكلها يفتح النفس والله، وكانت جميله جدا. حتى في سجق اتفتح من كتر ما انا سويتها على النار كمان. انت مش حابه تسويها بالشكل الكبير ده براحتك، ولكن انا بحب اسوي الاكل جامد جدا، بحب اكل الاكل يكون مستوي. هطفي عليها بقى النار خلاص، وهدخلها تحت الشوايه كده تاخد وش خفيف كده، وارجع لكم تاني اوريها لكم. وده شكلها بعد ما دخلتها الشوايه. انا شلت السجق ده يا بنات ووديت البطاطس تحميره كده، عشان احنا بنحب الاكل متحمر شويه، عشان بنحب الاكل متحمر. شلت السجق وحمرت البطاطس اهوت. بقول لكم انا شلتها وحمرتها، حتى حمرتها جامد كمان، لان انا من النوع اللي بحب الاكل متحمر حلو. وهاكلها دلوقتي كمان. ورجعت حطيت السجق ياخد تحميره هو كمان خفيفه، ياخد تحميره خفيفه عشان تبقى شكل الصينيه حلو معايا. وده كان الفيديو بتاعي النهارده. يا رب يكون عجبكم ويا رب يكون نال رضاكم. ما تنسوش تحطوا لايك، وسريعه بجد وحلوه وسهله، هستناكم تجربوها. وكمان اكله من الاكلات الموفره جدا واللي بيبقى طعمها حلو وخفيف وسريع. متنسوش بقى تحطوا لي لايك.